تفضل شيخ. الحراك الشعبي في إربد بإدارة لجنة تنسيقية إربد حراك متقدم وحضاري، والآن يقوم بالفعالية رقم 21 من أجل إصلاح وإنقاذ الوطن الذي يتهاوى بمختلف جوانبه. وبالتالي كانت هذه المسيرة اليوم لأن الصورة المعلنة أن الشعب الأردني ارتضى من الغنيمة بالإياب وتوقف عن المطالبة بالإصلاح، واستراح مع مجلس النواب الجديد ومع الحكومة العتيدة الجديدة ومع رفع الأسعار الجديدة ومع رفع أسعار الكهرباء القادم، لأن الشعب الأردني بخير وباطمئنان وبهدأة بال. الحراكة تنسيقية إربد مستمرة كما هي مستمرة في أنحاء الوطن المختلف. تم الاعتداء ما حدا اعتدى تم الاعتداء ما حدا اعتدى تم الاعتداء على المسيرة روح الخم انقلع خلاص